مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم في عدد جديد من 45 دقيقه. كلكم كيعرف يونس ميغري، عبد العزيز الساتي وكمال كاظمي صاحب شخصيه حديدان، وعزيز بودرباله وعبد الحق عاشق. هادو باعتبارهم اسماء كانت قريبه منكم في الافلام والسهرات واغاني الفيديو كليب، وحتى في التظاهرات الرياضيه على شاشه التلفزيون. والاكيد انكم كتسالوا كيفاش كتعيش هاد الاسماء وغيرها من المشاهير حياتها الخاصه بعيدا عن الاضواء. في حلقه اليوم غنقربكم من الحياه الخاصه لمجموعه من الاسماء من عالم الغناء والرياضه وصولا الى عالم التمثيل. والغرض نجاوبوا على مجموعه من الاسئله: كيفاش كيفرقوا ما بين الحياه النجوميه والحياه الخاصه، وكيف هي علاقتهم بالمحيط العائلي، وكيفاش كيحاولوا الحفاظ على علاقتهم بالجمهور. باش نجاوبوا على هذه الاسئله وغيرها مجموعه من الفنانين والرياضيين فتحوا لنا الابواب ديالهم اللي نادرا ما كتفتحش، وقبلوا ننقلوا تفاصيل حياتهم الخاصه. في الجزء الاول من الحلقه غادي نقربكم من الحياه ديال كل من المغني الشعبي عبد العزيز الساتي ويونس ميغري والمغنيه سعيده شرف، وفي الجزء الثاني غنسلطوا الضوء على الحياه الخاصه لنجوم الرياضه اللي سبق وصنعوا امجاد الرياضه الوطنيه في تظاهرات دوليه. اما في الجزء الثالث فغادي نسلطوا فيه الضوء على حياه الممثلين ونعرفوا تفاصيل حياتهم الخاصه. مشاهير ما وراء الستار موضوع حلقه اليوم. النمط اللي كيعيشوه الفنانه، لقاءات، مواعيد، حفلات، كل هاد الامور كتخلي الفنان ما عندوش برنامج معين في حياته. اليوم رافقنا بعض الفنانين وخرجنا وياهم من الروتين اليومي باش نعرفوا كيفاش كيعيشوا حياتهم بشكل عادي وبعيدا عن الاضواء وعالم الشهره. كان اول اسبوع كتعرفي كيكون عندي لقاءات ضروري خاصني نشوف ناس، يعني كيكون عندي لي رونديفو مثلا مع ناس ما يخص العمل. فبعض المرات اما كنسبق المكتب، بعض المرات اما نسبق رياضه، بعض المرات نسبق شوبينج، يعني نمشي ندير مسائل اللي خاصه الدار، لانه حسب. فما عنديش برنامج محدد يعني، ولكن هذه الأنشطة كاملة ضروري خاصة تكون يوميا. مثلا بداية اكتشاف العالم العادي للفنانين كانت مع المغنية سعيدة شرف اللي قررت تعرفنا على جزء من حياتها اليومية. لقائنا معها صادف تحضيرها للتسوق. بطبيعة الحال أنا كنتقدى بيدي، يعني عزيزة ليا نمشي للمارشي، نمشي للسوق، نمشي للسوبر مارشي، يعني كيعجبني أي حاجة نديرها بيدي، حتى يعني حتى القوام ديال الحسوه وديال هذا في الايام العاديه، يعني دائما الفطور بالحسوه وهذا كنشري ذاك القوام بيديا كنصاوبو. عزيزه ليا مثلا، لانه حتى معروف عندنا حنا في الصحراء. الو 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 السلام عليكم. الو المهم شوفي نديروا واحد ساعة ديال المقال ان شاء الله نتلاقاو في المكتب. في نفس الوقت انتقلنا عند الفنان يونس ميغري واللي صادفناه كيصور احد الافلام. في هذا المكان غادي نخرجوا مع يونس ميغري من عالم الغناء لعالم التمثيل ونقربكم اكثر من كيفاش كيقضي الوقت ديالو اثناء التصوير. انا عاده كنفيق بكري، يعني نكون خدام ولا مرتاح يعني في داري، جو مريفي توجور كنفيق مع 5 الصباح 5 ونص. دونك وملي كنت صغير يعني ولا كنت كنقصر بالليل كنت كنفيق بكري، كنقضي داك الصباح، و بي في لابريميدي في العشيه كنت كنرتاح شويه. فوالا. الوقت هو عامل اساسي في حياه اي فنان، سواء كان مغني او ممثل او غيرهم، فنادرا ما كيلقاو الفنانه وقت فارغ يقضيوه مع عائلتهم. ولكن بعض الاحيان خاصنا نوضوا مع 4 الصباح باغ اكزومبل في ان تورناج. العاده كتبدل لانه ظروف العمل ما كتخليكش، ما كتسمحلكش، ما كتعطيكش الوقت باش يمكن لك تاخذ راحتك في البتي ديجني. كتنوض كتاخذ لا دوش ديالك ومن بعد كتمشي لو بلاطو، عاد كتاخذ لو بتي ديجني الفطور ديالك، وعاد تفي كاع العمليه اللي كنديروا دابا باغ اكزومبل الماكياج ايتترا سور بلاص. البعض من الفنانين
وما تردوش باش يقربونا من الحياة اللي كيقضيوها مع عائلتهم وأبنائهم بعيدا عن عالم الأضواء. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه مع مغني الشعبي عبد العزيز الستاتي. حياتي اليومية كأيها الناس، إنسان عادي بسيط، كنمشي للأماكن اللي هي تلقى فيها راحتي. مثلا كنفيق في الصباح مثلا او في مثلا، لان حياه الفنان كتكون شويه ماشي عاديه كيف جميع الناس. حنا كنسهروا بالليل، كتكون عندنا مثلا الخدمه، كنفيقوا معطلين شويه. ملي كنفيقوا معطلين شويه كنلقى الوليدات الا كان عندي مثلا السبت والحد كنخرجهم مثلا بحال هكا كيف كتشوفوا الفروسيه، كيجيو يشوفوا شويه هنا كيديروا الفروسيه. ما بغاوش الفروسيه كنديهم مثلا شي اماكن اللي تكون بحال هكا محترمه فين يلقاو تا هما راحتهم. هذه هي حياه اللي كندوز العاديه. مثلا تتمشي للبلايص انت اللي تتبغي بعيدا عن العمل؟ سي نورمال. كان مشيت انا للبلايص اللي هما خصني انا نخوي فيهم ونفرغ فيهم داك الروتين ديالي، نخرج من داك الروتين ديال الدار وديال الاصدقاء وهذا، تنمشي عاوتاني. كان عندي تمارين كنمشي ندير تمارين، عندي عاوتاني الاصدقاء ديالي ديال التمارين كنمشي عاوتاني ندير معاهم تمارين، وكنعيش عاوتاني حوايج اخرين يعني خارج على الاصدقاء وخارج على بزاف د الحوايج. هذا الاسبوع اللي فات شنو كان عندك في حياتك اليوميه، واليوم اشنو عندك في برنامج منين فقتي حتى لدابا؟ هذا الاسبوع اللي داز كانوا عندي التزامات بالفعل، والاسبوع كله كان عندي ديشارجي بكل صراحه، لان كنت في وهران دوزت 3 ايام في واحد الفيستيفال. من وهران جيت دزت الازيلال، من ازيلال دزت السطاط المهرجان ديال اللوطار، من السطاط مشيت لفاس. كانوا داو عملوا لي التكريم الناس ديال الامازيغيين، عملوا لي واحد التكريم الله يجازيهم بخير، شكرا كنشكرهم. واليوم هذا الاسبوع ان شاء الله فقت اليوم ما عندي ما يدار. قلت غادي نخرج الوليدات كيف كتشوفوا يديروا شويه السبور ويشوفوا الطبيعه، وهذا هو اللي كاين. ومن بعد شنو عندك في البرنامج؟ من بعد غادي نمشي يا سيدي، نمشي ان شاء الله نعمل شويه التير تا هو نتريني شويه، وكيبقى لي شويه لابيش تا هو ناخذ لي نخصص لي تا هو الوقت ديالو. كيبقاو لي بزاف الرياضات تا هما تيخصني تا هما نخصص لهم الوقت ديالهم، كل نهار كندير حاجه. زهره كيفاش دايره الحياه اليوميه ديال باباك انت، يعني في الدار معاه كتشوفيه كيفاش؟ بابا لا بلوبار دو طون ديالو كيدوز في الترافاي ديالو، سكيفي هو كيديبلاصا بزاف. بارفوا كنكونوا اون فاكونس فهمتي كنمشيو معاه لي فيستيفال، فهمتي دي فيت و هو ملي كيكون اون فاكونس فهمتي كيجي معنا الكلوب كنديروا ليكيتاسيون لا بيش ولكن تتبان لك انت حياته اليوميه ديما عامره تقريبا؟ وي. وشي مره كيقلقك ان ديما حياته يعني ترو شارجي؟ نو باسكو فهمتي هذا هو لو ترافاي ديالو، يعني ما عندناش شي حل اخر. فهمتي عرفي سير هذه مزارع بس سير يلا ليش شتي ديالك بوبو تركنا الستاتي مع ابنائه ورجعنا عند المغنيه سعيده شرف اللي رافقناها في جوله قصيره داخل هذا السوق باش نعرفوا كذلك الوجه الاخر لهذه الفنانه وتعاملها كأي زوجة بعيدا عن الفن. دايره بخير بس عليك معنا شي زيتون كاينه مرحبا قولي الزيتون كحل اسمعني لا بغيت زيتون بحال البلديات ديري الكمون التحميره كلشي واحد الدوره شويه ديال السمن دارات منور منور منور. لا حبيبك الله يطول عمرك الله يبارك فيك الله يكبر فيك. شكرا او نعمك بارك عواشرك شكرا حبيبي شكرا. خاشي لك الورقه ديالي اللي عندها السيد كيتعرفوا عليك دابا بعد النيور كيتعرفوا عليك فاسيلمون او لا؟ هو دابا الان بعد ما فقدت الوزن وكنخرج في وسط النهار يعني بالمشاوير اللي هما قراب للدار وداك الشيء كنخرج بلا ملحفه لانه تفاديا
انا نبقى نوقف بزاف في الطريق، يعني ما غاديش نمشي كل مره نبقى نتصور او نشوف الناس وكذا، ولكن بخصوص يعني بحال سوق الشريفه وداك الشيء الناس راه عارفين، يعني ديما كنجي كنتقدى يعني سواء بملحفه او بلا ملحفه، ولكن غالبا كنكون بطبيعه الحال دابا ملي غنكونوا ماشيين ان شاء الله غنمشي غتشوفوا سعيده شرف اخرى، يعني هاي حياتي الطبيعيه يعني اللي كنعيش بحال جميع المغاربه. كيف ما كيظهر سعيدة شرف من بين الفنانة اللي كيكسروا الروتين اليومي اللي كيعيشوا أي شخص يمكن يكون معروف من خلال ممارستها لحياتها بشكل طبيعي، وهنا كتلقى المتنفس ديالها. يونس ميغري بخلاف سعيدة شرف كيلقى المتنفس ديالو في التصوير اللي أغلبه تنقلات من مدينة لأخرى. كيف ما شرح لينا. Un tournage ça permet toujours de voyager. والحمد dans tous les tournages que nous avons eu تقريبا ضربنا المغرب كله، وفي الحقيقه كل مدينه كنزوروها كنلقاو شي حوايج اللي زوينه فيها. تحضيرات التصوير والارهاق اللي كيرافقوا احيانا وضغط الوقت كيخلي الفنان يونس ميغري بعيدا عن جو الاسره ودفء العائله، لكنه سرعان ما كيعوض هذا البعد بمجرد انتهائه من التصوير. J'ai l'habitude d'appeler ma fille tous les jours, 3-4 fois par jour. Allô? Bonjour ma chérie, comment ça va? Tu m'entends? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as parlé d'une conférence ou qu'est-ce que tu fais là? Oui, je suis à une conférence à Vitry. Ah bah c'est super, c'est une conférence sur quoi? C'est une entreprise qui vend et qui recrute des gens pour vendre du café. Ah bah c'est super. Ça va? Tu as une idée quand est-ce que tu vas revenir au Maroc? Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bah parce que tu nous manques, c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais. Pourquoi tu m'as fait hyper peur, tu m'as fait et J'avais besoin d'entendre ta voix, tu vois, parce que je suis à Fès, je suis sur un tournage et puis je pensais t'appeler comme d'habitude, quoi. C'est tout. D'accord, ok. D'accord, alors je vais te laisser à ta conférence, d'accord? Je te rappellerai ce soir. D'accord, ma chérie. Je t'embrasse. Je t'aime, ma chérie. Bye bye. L'essentiel, c'est de toujours penser à sa famille. C'est ça qui est important. Donc, c'est vrai, بحال البارح par exemple كنت جاي في الطريق من الرباط باش جاي لهنا لفاس، عيط لي محمود قال لي راه غنطلع لعندك للدار، قلت له واخا طلع لعندي انا غادي نستناك، حتى وصل للدار عاد عرف بلي انا كنت في فاس. Donc c'était pour ne pas qu'il change d'avis, pour qu'il aille à la maison, qu'il rencontre Nadia, qu'il rencontre Routi, mon grand frère qui est venu de Paris et qui est dans la famille. Donc je pense que c'était un moment privilégié. Les ما حضرتش معاهم ولكن بالنسبه لي le cœur était avec eux quoi. À chaque fois que je termine un tournage, je rentre chez moi et je suis en famille, c'est-à-dire ما كنخرجش généralement soit كنكون انا avec ma femme ou avec ma fille, on est beaucoup plus fermé dans notre petit monde avec nos amis, etc. Donc on vit pleinement ensemble. ماشي بحال الموظف اللي كاينو في الصباح يمشي للخدمه وما كيرجع حتى ل 12 عاود يمشي مع الجوج. يعني on a une vie commune لانه ما عندناش واحد العمل comment dire bien précis. رغم الابتعاد عن الأضواء فالعمل كيبقى جزء مهم من حياة سعيدة شرف. هذا الشيء اللي كيبرز أن المغنية أو الفنانة بصفة عامة عندهم مسؤوليات أخرى. بحكم وجودي في المكتب كتعرفوا عندي يعني لي رونديفو كثار مع الناس، ولكن طبيعة الحال كنحاول ما أمكن ناخذ أهمها دائما. اليوم هو خاص بالنسبة للمغني الشعبي عبد العزيز التاتي، فلما كيعطي الأسبقية لأبنائه وكيقضي معاهم أنشطتهم المعتادة كيبقى ليه وقته الخاص والغرض ممارسة الهواية ديالو، ومن بينها الشيء اللي غادي نكتشفوه في هذا المكان. وكيف تتشاهدوا يعني من الفروسيه كيف لاحظتوا قبيله كنت مخرج الوليدات في الفروسيه قضينا معاهم وقت اللي هو تيخصهم يتقضى معاهم. يا بخي حطيت الوليدات تناخذ انا الوقت ديالي
باش نخرج من ذاك الروتين ديال الوليدات ونخرج من الروتين ديال المدينه، كنجي لهاد الهوايه الجميله اللي هنا كتواجد في الكلوب. هذا الكلوب ديال هو فين قضيت يعني تعلمت فيه وساعدوني بزاف اللي تيرور هنا، الله يجازيهم بخير. منهم واحد السيد سميتو حسن صديق ديالي اللي هو كان البريزيدا هو الرئيس يساعد تا هو، شكرا له اللي ساعدني تا هو مسكين هنا. وقضيت حياتي كلها هنا تقريبا بالنسبه لهذه الهوايه هذه. واش هادشي ولا ما عندكش؟ واش جوع من نخوالك العلافه يا حسن القرطاس سماني زعما هذا؟ لا قريقري. والله الا كنضرب بيه قريقري. والله الا قريقري هذا واقيلا قريقري. يلا حنا غنفتحوا السي حسن. ملي ما كنكونش ما عندي التزام، اللي كنتفرغ من الالتزامات ديالي اللي هي ديال الاعمال ديالي، يعني تنقدر نجي هنا 3 ايام في السيمانه او 4 ايام هنا في هذا الكلوب هذا. كنجي هنا يوميا تنتيري تنلقى راحتي هنا، لان هذا البحر هذا هنا كاين هنا كلوب لين جا امامه البحر، كنلقى واحد المتعه كبيره، كندوي نقضي فيه سويعات هنا وتنمشي بحالي. هذا هو اللي ستاتي عنده اشخاص اخرين اللي كيقتسموا هذه الهوايه واللي هي جزء من نشاطه اليومي. نقدر من هنا نقدر نجمع البندقيه ديالي وتنمشي تندير لابيش. عزيز عليا لابيش، كنجبد القصيبه عاوتاني عندي هنا وكنمشي تنريص عاوتاني الريص هنا في البحر. عزيز علي الصيد الحوت. هاكا الفوط هذاك ولا؟ كان عزيز الصيد حتى هو من الهوايات ديالك اليوميه؟ هذا من الهوايات المفضله منذ الطفوله ديالي. ملي كنت باقي صغير كنا كنشدوا الحوت غير بيدينا حنا في الويدان. متى دابا رجعنا في العالي، شوف كيفاش ولات هاد البلايص هاد الوزينات دابا ما خلاو لينا ما نعملوه هنا، هربوا لنا الحوت. ما كان الحوت في هاد البلاصه هنايا، كان تبارك الله ملي كانت العكاشه هنايا كنا كنصيدوا فيها هاد لافاليز، كنا كنصيدوا هنا في المحمديه، كنا كنصيدوا سيدي في عادات ديال البلايص اللي هما كنمشيو ليهم. ستاتي كشف ايضا عن باقي الانشطه اللي كيمارسها بعيدا عن عالم الغناء والعمل اللي كيتعتبر جزء مهم من حياته. لكن رغم ابتعاده عن الاضواء والشهره كيف ما سبق وذكر، كيبقى الفنان محاط بمعجبيه اللي كيتلاقاوه في اي مكان. كيف ما تابعتم مشاهدينا، المغنيين كيفضلوا يعطيو كامل الوقت الخاص ديالهم للعائله، وبلا شك انكم غتطرحوا نفس السؤال بخصوص الرياضيين. للجواب لنتابع. هي رياضية رفعت العالم المغربي في الألعاب الأولمبية الموازية لندن 2012. من بعد هذا الإنجاز تشهر اسم نجاة القرعة، واليوم غنرافقوها باش نعرفوا كيفاش كتخرج راسها من روتين الشهرة، ونعرفوا أيضا واش حياتها الرياضية كتطغى على حياتها العائلية. نجاة واش دائما مسلطة عليك الأضواء بحال هكذا؟ واش حياتك دائما نجومية؟ لا بالعكس، نجاة ماشي ديما مسلطة على الأضواء، وإنما نجاة كذلك ماشي غير رياضية فقط. نجاة هي ربة أسرة، عندها البيت ديالها اللي كتهتم به، وكذلك كنعطي الحق للزوج ديالي والبيت ديالي، وكنقضي الأعمال ديالي كباقي النساء المغربيات. باش تشوفوا نجاة راه ماشي نجاة هي الرياضية فقط في الساحة الرياضية، وإنما نجاة في البيت ديالها وكتقوم بالواجبات ديالها. ودابا إن شاء الله غتدخلوا معايا الكوزينة وتشوفوا نجاة كطيب. يلاه على الله لا ولينا حنتي هي الأولى. تركنا نجاة تحضر لزوجها وجبة الغداء، أما هاد السيدة ماشي شخصية معروفة، فهي فقط زوجة الرياضي عبد الحق عاشير اللي شرف المغرب على حلبة الملاكمة بالأولمبياد. اليوم
كيف باقي نجوم الحلقة. غادي نعيشوا معاه بعض الفترات من اليوم ديالو، وغادي نرافقوه هو أيضا في الأنشطة اللي كيقوم بها. جالس طبيعتي هذه الحياة ديالي عادية مع وليداتي ومع دارنا صحابي تمشي عندهم القهوة الخدمة البحر لاصال صافي هذه حياتي عادية. تكون عندي واحد نص نهار ديال العشية ولا تنصيد فيه تمشي نصيد الحوت، حيت أنا ملوع بصيد الحوت من بكري من صغري ملوع به. كاين كاين بعض الخطرات تنكون بارك في الدار بحال هكا حتى تنقول للمدام راه انا اليوم غنمشي نصيد صافي. الصيد واحد من الهوايات المفضله عند عشيق، ومع رياضي اخر اللي هو عزيز بودرباله. غنكتشفوا معاه بعض الانشطه اللي كيقوم بها في حياته العاديه، ونكتشفوا معاه جوانب خفيه من غير تألقه رفقه عناصر المنتخب المغربي في كأس العالم لسنه 1986. اليوم ماشي فقط معطل، لانه كنت اولا خارج مدينه الدار البيضاء مع الاولاد ديالي، ودخلت معطل بالليل. كنحاول ما امكن يكون عندي اتصال بالشباب، ونحاولوا نعطيهم واحد اشياء خاصه كتتعلق بالمواطنه. اليوم كاين واحد الحفل ديال واحد الشباب، ممكن نقول الحفل الاختتامي ديال الموسم الدراسي، وتعرضت بطبيعه الحال باش نكون نحاضر معهم في هذا الحفل هذا. تركنا عزيز في المقهى للتحضير للحفل اللي جرى استدعاء ليه، والعوده كانت عند البطله الاولمبيه نجاة القرعه، ونشوفوا فين وصلت في تحضير الغدا ديالها. مرحبا صدري والباقي كله عذاب. واش غتوجدي اليوم؟ طاجين بالقرعه، حيت نجاة كنيتها القرعه. دابا سالينا الطاجين ديالنا ونمشيو نقضيو الشغل اخرين قبل ما طابينا الطاجين. بعد ما تحدث لينا عشيق على الولع ديالو بهواية الصيد، رافقناه هو والعائلة ديالو لهذا المكان بغرض ممارسة هوايته المفضلة. بالنسبة لنا حنا حيت قراب هنا في العي محمدي وهنا رشنوار، ملي ما تيكونش عندنا التدريب ولا تكونش عندنا ليكيب ناسيونال ولا الخدمة، ذاك النهار تجي ندوزو هنا في البحر حيت قراب، وهذه المنطقة هذه معروفة فيها الحوت. الهدف ديالنا حنا هو تنجيو نطريحو هنا في البحر وتنصيدو. واخا ما تدي حتى شي حوت، واخا النهار كامل تدخل النهار كامل ما تدي حتى حوته، الهدف ديالنا هو تنجي خونا في البحر وتريح. الطبيب ديالنا هو ديما تجي انا وخويا سالي القصاب سالي كلشي تجي نصيدو انا وياه. الان وصل وقت الحفل اللي تم استدعاء عزيز بودرباله ليه، لهذا غادرنا المقهى. والوجهه كانت المركب الثقافي أونفا بمدينة الدار البيضاء. الحفل كان من تنظيم بعض الطلبه، وبطبيعه الحال الاستدعاء كان من وراءه هدف، واش بودرباله غيحقوا ليهم. عيطنا لسي عزيز بودرباله كلاعب سابق ومشهور جدا جدا، وتحفنا بالألاعب باللعبات العظيمه ديالو ديال كره القدم، باش ما كرهناش نديرو كلوب ديالنا ويبدا يدير دي زانترفونسيون، بدا يدير معنا التدريب الدراري، حيت حنا عندنا كلوب سبورتيف ديال الجمعيه المغربيه للطالب. هذا ما فيه شك، هذا انا على راسي وعينيا، وان شاء الله بحول الله حنا غادي نبقاو على التواصل، وغادي نحاولوا ما امكن نخلقوا، ما نقولش فرع، ولكن نخلقوا واحد المجموعه من الشباب اللي كتضم هاد الطلبه او هاد الجمعيه، باش نديروا واحد فريق كره القدم.
الناس ماشي غير الرياضه والدار فقط، حتى السوقان كتسوق. ودابا يلا هم معايا نتقدى اشغال الدار ان شاء الله. ونرجعوا عند نجاة باش نرافقوها في باقي فترات هذا اليوم. اش خصها الكريب زوين بانكيك. شحال ديال قال لي 5. صافي عطيني واحد 4 من 5 ديال شحال عندي اخويا؟ 23 درهم. متاكر. عشكم مبروكه ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يعاونكم الله يعاونكم الله يسهل عليكم، ربي يخليكم. راني بسلامه عليكم. شحال نتقداو مازال هنا؟ ان شاء الله نمشيو نتقداو. كنتقداو مازال؟ نتقدى شي حاجه من هنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا، عاشكم مبروكه، رمضان كريم. فمن بعد ما انتهت من تحضير وجبه الغداء غنرافقوها هي والزوج ديالها لاقتناء بعض مستلزمات البيت الضروريه. عطينا واحد البوله بالطاج. كيفاش كتقدري توفقي ما بين الرياضه وما بين الاشغال ديال الدار ولي كورس وهذا الشيء؟ بالطبع يعني الوقت ديالي اكثريه كيمشي في الرياضه يعني، ولكن ضروري كنخصص الوقت ديالي ضروري باش نتقدى داكشي اللي كيخصني في الدار ديالي، ونتقدى بحال النساء عادي. كنخرج ربما بعدا مرات من التدريب ديالي خاصني ندوز نتقدى داكشي اللي خاصني. علاش ما كتكلفيش شي حد اخر يدير هاد المهام؟ لا، ما الزوج ديالي كيكون خدام، كاينه غير انا يعني ما، وانا ولفت كنتقدى راسي يعني، الحاجه الا ما قضيتهاش راسي وكنبغي الحاجه مزيانه خصني نتقدى راسي. صافي هادشي اللي خاصني. هذاك الشيء اللي خاص. هكا اختي نجاتك. شكرا. شكرا. جمع لي شحال عندي اخويا؟ 69 درهم. أما عشيق فبعد ممارسة هواية الصيد كان ملتزم بضرورة التوجه لمدرسة الأخوان عشيق، وهنا غنلقاو العديد من الأطفال والشباب المنخرطين في هذه المدرسة باش يتعلموا من عشيق أبجدية رياضة الملاكمة. وفي العشيه مع ديك تقريبا ديك 6 ونص تنمشي للمدرسه، تنترينيو بالدراري صغار، تنتري بالدراري صغار تما انا وخويا سي محمد. الدراري شوف نقول لكم واحد القضيه، كاين شي دراري هنا راه 3 شهور 4 شهور 5 شهور هما هنا، راه من نهار جاو مش هما يديروا والو. في الوقت اللي عاشق كمل التدريب رفقة الشباب والأطفال توجه عند بوجمعة اللي سبق وتكلم لنا عليه. هذا الدرب ديالنا الحومه ديالنا هي هذه، هنا فين كبرت، وهذا هو بوجمعة مول الصوصيص. شتيه؟ يلا تاكل عنده، يلا بغيتي تاكل شي بنه عنده. ضروري ندوقوا على النار. غير شي جوج شي. عطنا شي جوج طيب، زين نكون معاكم. هذا بوجمعة هذا كبرنا هنا وهنا، ربما ناكلوا هنا كثر ما ناكلوا في جورنا. هذا داخل في البرنامج ديالنا ديال الماكلات. كل نهار هنا، كل نهار نجي ناكلوا هنا، سالم لونطريمون ضروري ناكلوا عند بوجمعة. وزعما الماكله نقيه وبوجمعة معروف كلشي تعرف. تركنا عشيق وتوجهنا عند نجاة القرعة اللي قرات والزوج ديالها يتوجهوا للبحر، واللي كتعتبر زيارته عادة كيقوموا بها بشكل يومي أو أسبوعي. نجاة كتقول أن البحر هو الوجهة المفضلة عندها وهو مناسبة للتأمل قبل ما تدخل لأي منافسة، بعد ما تحدد جميع العقبات باش ترفع العالم المغربي وتصنع لنفسها اسم في الساحة الرياضية. البحر هو المتنفس الوحيد. البحر هو كل شيء، الجزائر البحر بزاف. كنكون مقلقة نجي للبحر، كنكون فرحانة نجي للبحر، كيعجبني بزاف.
مني كتقرب عندي الالعاب ولا شي مشاركه هنايا وطنيه او دوليه ولا داك، المهم ضروري نجي للبحر. هو الدوباج ديالي. اما عزيز بودربالة فكانت نهايه اليوم ديالو بتوجه رفقه الابناء ديالو وتجزيه بعض الوقت باللعبه المفضله عندهم. وهنا غنكتشفوا علاقه عزيز بهذه اللعبه اللي كيلعبها فقط من اجل ابنائه. إيمان أمينة لعابة ماهرة في الكونفازيور، وكنعرف بأنه كتربح الدراري الكبار. تقدر تربحيني أنا؟ وي. ها؟ وي. بصح؟ أوه. ولادي عمرك لعبتي معاهم؟ جامي. كنقدم لكم ولادي هذا كميل صغيور صاحبو موام، الحنفي، لاني، ياسين وغيان. خصك تمشي عند الكوفور ريان. على كل حال هو ندوز وقت مع الولاد ديالي اي رياضه من الرياضات صراحه كنكون في واحد السعاده كبيره، لانه العمل ديالي اللي هو شاد ليا واحد الوقت كبير ما كنشوفهمش، ماشي ما كنشوفهمش بزاف ولكن ما كندوش معاهم يعني الاوقات الترفيهيه جميع، فكنستغل هاد الفرص هادو. عزيز بودربالة نجاة القرعة وعاشق بثلاثة بهم كتبقى النجومية كترافقهم حتى في حياتهم العادية اللي بدورهم كيحاولوا انها ما تطغاش على حياتهم العادية والأسرية. البعض من الرياضيين اللي هوايات والبعض الآخر اللي التزامات عائلية وجمعوية. هاد نمط الحياة ما كيختلفش على الممثلين. الشيء اللي غادي نكتشفوه مع الممثلتين مجيدة بن كيران ولطيفة أحرار، وكذلك الممثل كمال كاظمي صاحب شخصية حديدان. لنتابع رحلة هذا الجزء مع عالم الممثلين. بدات مع الممثلة مجيدة بن كيران اللي استقبلتنا في البيت ديالها المتواجد بمدينة الدار البيضاء. في هذا البيت مجيدة حاولت تجمع فيه بين ما هو تقليدي وما هو عصري، بخلاف البيت ديالها اللي كيتواجد في مدينة الرباط. اليوم غنرافقوها باش نعرفوا كيفاش كتبدل روتين العمل، خصوصا انها في هذه الفترة كانت كتحضر لعمل سلسلة فكاهية رمضانية. انا دابا غادي نوجد فطوري لانني غادي نمشي للرباط. اليوم عندي جوغ دو غولاش، لما كيكون هذا النهار كنمشي للرباط باش نشوف عائلتي ونشوف ونقضي بعض الاشغال ديالي. فمرحبا بكم، شربوا معايا قهوه. اليوم كيف ما جا على لسان مجيدة هو يوم راحة من بعد اسبوع ديال التصوير، قبل ما ترجع تكمل باقي ايام التصوير بكامل الاريحيه. مجيدة الان بعد ما كملت الفطور ديالها كترتاح لبعض الوقت باش تكمل نهارها اللي غنرافقوها فيه من مدينة الدار البيضاء لمدينة الرباط. ملي كنفطر كنلعب فيها شي شويه، وفي الليل قبل ما نعس ما غولاكس. في الطورناج كيكون عندنا ستريس بزاف، كيكون الجهد بزاف. سا ما فا دو بيان لما كنجي لهاد البليصه هادي. او ميم طون كتفكرني في لونفونس مطيشه. في هاد اللحظه خلينا مجيدة بن كيران ترتاح وقصدنا الممثله لطيفه احرار. مكان لقائنا بها كان في مدرسه لتعليم السياقه بالرباط العاصمه. ايتما سويتما الزلف اللوان، مرحبا بكم. اليوم غادي تدوزوا معايا واحد النهار بون فوالا. طبعا غادي نضحككم لانه انا يلاه كنتعلم باش نسوق. كنت شحال هادي ما كنسوقش، دابا يلاه غادي نتعلم نسوق. دونك جبتكم لوطو ايكول اللي كنقرا فيها. من بعد غادي نشرح لكم علاش. مرافقتنا لطيفه وهي كتعلم السياقه ما كانت صعيبه لانها بدات كتعلم. درنا معها جوله صغيره في مدينه الرباط
وبدورها حاولت تعرفنا على بعض المناطق المحبوبة عندها. هاد البلاصه هاد الطريق هادي ملي كنت صغيره ماشي صغيره، ملي كنت كنقرا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كنت كنمشي ليها مع الاصدقاء ديالي على رجلينا ولا ملي كناخذوا لي طاكسي، لان كنا كنقراو هنا في الودايه المسرح. هذه المقبره ديال الشهداء فيها بزاف ديال الاصدقاء ديالي فنانين ماتوا، الله يرحم الجميع. جيم بوكو باب الكبير كندير فيه بعض اللحظات عروض ولا دي بيرفورمانس ولا دي انستالاسيون. ايوا ها انتم شفتوا الحصه ديالي ديال التدريب. فوالا دونك كما قلت لي وعد الصديق ديالي وكما وعدتكم نتوما من هنا شهر ان شاء الله البيرمي ديالي. دو توت فاسون دابا غادي نمشيو غنشكرهم بعدا اي ابخي غادي نمشيو لانوتر اسباس لو كونتن بعد ما خدات مجيدة قسط من الراحة غتوجه لمحطة القطار باش تاخذ الوسيلة اللي غتنقلها لمدينة الرباط. دابا غادي نمشي لكازابور، مرة كناخذ طاكسي مرة كنمشي على رجلي. هاد المرة بغيت نمشي على رجلي باسكو سي بروش و ميم طون جو في ان بو دو سبور. يلا اتوت. من بعد هاد الرحلة احنا الآن كنتواجدوا بمحطة الرباط أكداد. دابا أنا وصلت لاكار ديال الرباط، غادي نمشي ناخذ طوموبيلتي وغادي نمشيو لبلاصة أخرى. يلا. مجيدة بمجرد وصولها قصدت سيارتها اللي خلاتها في هذا المكان فوق التصابير. عرفتي كيف غنمشيو دابا؟ غنمشي لابيسين غنمشي نعوم. يلا معاك. ونوجه الآن المنزل ديالها والغرض جمع حقيبة رياضية. لطيفة أحرار بعد ما انهات حصة تعلم السياقات توجهت لساحة بقرب باب الحد، وفي هذا المكان كتواجد حاوية أي كونتونير اللي حولته المسرح متنقل كيرضي حاجيات بعض عشاق أبي الفنون. هذا هو المسرح ديالنا، مسرح الكونتن ارت. كونتن ارت لعبنا على الكلمه النوطه ديالها الامازيغيه والالمانيه الانجليزيه كونتن ارت. دونك هذا الكونتينر محلول فريمون على العالم والداخل ديالو. دونك اللي كيشوفو كيقول واشنو كيدير هنا في الرباط. كيدير بزاف ديال الحوايج، مسرح، السينما، لا بانتور، ورشات الاطفال اللي في وضعيه صعبه، الناس اللي ما كيشوفوش ايضا كنقدموا لهم عروض هنايا. يعني بزاف ديال الاشياء كنقدموها هنايا. دونك سي ان تياتر سيتويان. غادرنا الفتره الممثله لطيفه احرار وقصدنا وجه اخر اللي هو الممثل كمال الكاديمي واللي تعرف بشخصيه حديدان. كمال او حديدان ما تمكناش من مرافقته من الصباح لكونه الله وصل من عرض مسرحي قدموه بمدينه طنجه. لهذا مكان لقائنا به كان بمدينه المحمديه اللي غيكون فيها العرض الثاني لنفس المسرحيه اللي قدم في طنجه، والبدايه معاه كانت باحد مطاعم المدينه. اش نقول لك، الانشطه مرتبطه بالعمل ديالي. الا كنا كندربوا راه يوميا تيكون التدريب. الا كان في الصباح يعني ضروري انك تمشي في الصباح كتفطر في الدار، كتشوف الامور اللي خصك ديرها وكتمشي تدرب. كانت في العشيه وفي الغالب كتكون في العشيه، لان احنا دائما في الفرقه كنحبوا ان التدريب تكون في العشيه. يعني كتستمر الامور والتدريب تقدر توصل حتى للمده ديال شهرين. يعني انت تشغل واحد الحيز ديال شهرين في سميتو. خلينا كمال ينهي وجبه الغداء ورجعنا عند الممثله مجيده بن كيران اللي غادرت المنزل والغرض ممارسه الرياضه وبالضبط السباحه. كنعم فيه الصيف والشتاء حيت سي اون بيسين كوفيرت. ملي كيكون عندي الوقت كنعوم شاك جور، ولكن ملي كيكون عندي التصوير ولا كنكون مالوغوزمون مشغوله ما كنقدرش نعوم طول الوقت. يلا تفضلوا معايا. مبروك العواشر، باش توليتو. ميرسي.
الوغ دابا ما عاديش تقدروا تدخلوا معايا. غادي نمشي نلبس المايو ديالي يلاه اتت. في هذا الاثناء لطيفه مشات عند الطبيبه لتحسين طرق التنفس، والهدف هو الاسترخاء من تعب التصوير. صاحب شخصية حديدان بعد ما تناول وجبة الغداء رفقت أعضاء الفرقة المسرحية، ومن بعد ما خدا قسط من الراحة توجه لمسرح المحمدية من أجل تحضير العرض المسرحي ديالو. إذا ما كنتش انا في هذا المكان يعني ما كنتصورش نفسي في شي مكان اخر. انا كنحس بالمتعه، كنحس بالحميميه، كنحس بالدفء. واخا كانت عندي قطيعه طويله مع المسرح لمده 4 سنوات واللي ما كنتش محبذها وما كنتش باغيها، ولكن تفرضات علي بحكم انني كنت مركز في المسلسل ديال حديدان، فجا الوقت باش نرجع للمسرح لأنه هو المتنفس ديالي، هو العشق ديالي، ما نقدرش نعيش بلا به. 80% حتى ل 90%. يعني ما غاديش نقول هنا غادي نكون مقصر انني الا خليت 10% للاسره ديالي، ولكن المجال العمل ديالي تيكون اكبر من يعني من الاسره اللي انا وصي عليها. فكنشوف انني الا ما كنتش في المسرح غادي نكون في لا تيليفزيون، الا ما كنتش في لا تيليفزيون غنكون في السينما، الا ما كنتش في السينما غادي نكون كنكتب شي حاجه اللي متعلقه بالعمل. اما ماجده فوجبه الغداء جات متاخره لانها كانت كتنتظر الاخت ديالها اللي كانت مرهونه بتوقيت العمل. وفي هذا المطعم غيكون اللقاء بين الاختين الممثله والموظفه. ماجده بن كيران خيتي سي كيلكان دو باسيوني، كتبغي المهنه ديالها بواحد الشكل عجيب. يعني واخا يكون عندها شهر ديال الخدمه ولا شهرين ولا 3 شهور، يعني كتقوم بالمهمه ديالها وهي فاتيغي فيزيكمون، ولكن كتكمل وكترتاح واحد شويه وتولي عاوتاني تفكر في حاجه اخرى. يعني واخا كتقول لك انا عييت وبزاف د المسائل، ولكن يعني جوست ابخي كتولي تفكر في مشروع اخر. كيف قلت كتبغي المهنه ديالها والمجال الفني ديالها بواحد الشكل فظيع، وحنا كنحاولوا نعيشوا معاها هاد لا باسيون ديالها اترافير شنو صورات ولا شنو كتبات في المجال يعني الكتابه ديالها. يلي نازل سمي طلع واللي طافير سمو يسطع، هكذا تكون الكذبة صدر الضبع بلوم السبع. يلي نازل سميه طلع واللي طافي سمو يسطع. الوقت اللي كيسبق العرض عند جميع الفنانة كيكون صعيب، نفس الشيء عند الممثل كمال الكاظمي اللي كيحاول يسترخي ويحضر لكل ما يلزمو للعرض. باش نكذبش عليك نقول لك ما كنتعصبش ولا غير انا ذاك العصب ديالي ما تنبينوش، تيبقى داخلي بيني وبين نفسي. يعني ما تنتعصبش على الناس، نبدا نغوات ولا لا ما عنديش في التربيه ديالي كاع اساسا، ماشي حتى في المسرح، حتى في حياتي العاديه. اذا الى حد الان وصلنا معك هذه المرحله، شنو اللي جاي من بعد؟ شنو دابا من بعد؟ من بعد هذه المرحله ديال اننا كنبدلوا، يعني ما بقى والو للعرض. الاخوان هما غادي يبداو كيلبسوا، خصنا ندخلوا لاسين باش يعني نستانسوا بالفضاء، لان الممثل الا ما استانس بالفضاء العطاء ديالو تيكون شويه قليل. خصنا نعرفوا فين غنمشيو وفين غنجيو وفين كاين انطباع وفين كاين شي ضروري. الان صبح الممثل كمال الكاظمي جاهز وفي تمام الاستعداد لرفع الستار. الاسترخاء 100% بالنسبه للطيفه احرار كان هو الهدف الرئيسي في هذا اليوم. لهذا بعد ما كملت حصه تحسين التنفس توجهت للغداء، وبعد مباشره ممارسه هوايتها المفضله رياضه اليوغا للحصول على راحه واسترخاء اكثر. اليوغا كيعرفها كل شيء رياضه اللي كتخدم على
الروح وعلى الجسد والسلام الداخلي، وهذا كنتقاسمه مع جميع البشر ومع المغاربة اللي كنحبهم كاملين. الوداية وجهة كيقصدها كل شخص كيبغي باش يقضي وقت ممتع. هذا المكان كان هو الوجهة ديال الممثلة مجيدة بن كيران من أجل الالتقاء ببعض المعجبين، وأيضا الالتقاء بالأصدقاء اللي من بينهم سعيد أيتباجة اللي تقمص دور الابن ديالها في سيتكوم الرمضاني راس المحاين. مجيدة بن كيران مؤخرا جمعني معها التصوير ديال سلسله كوميديا سيتكوم ديال راس المحاين اللي كتلعب الام ديالي صديقتي اللي جاو عندي قالوا لي راه غتلعب ماماك واحد السيده سميتها مجيدة بن كيران. بيان سور انا شديت في راسي حيت جو بو با نتخيل بانه مجيدة بن كيران صديقتي المتميزه اللي كنجمعنا علاقه انسانيه كبيره، صديقتي كنتعاود معها الاسرار ديالنا وداك الشيء، انها غتلعب الام ديالي. ولكن ملي كنلعبوا دابا كنكتشف بانه بصح مجيدة بن كيران كتقدر تلعب اي حاجه، اما ممثله من الطراز الرفيع. في تورناج شكل خدمه كتحسني بواحد الحنان ديال الام، حنان كبير ديال الام، وخارج تورناج كنرجعوا لديك الصداقه العاديه، الاخ مع اخته كيبداو يضحكوا وداك الشيء وكذا وكذا. الالتقاء بالمعجبين ما كيصادفش فقط الممثله مجيدة بن كيران، بل حتى الممثل كمال كاظمي صاحب شخصيه حديدان. هذا الأخير بعد الانتهاء من العرض المسرحي كان ملزم يعطي جزء من الوقت ديالو للمعجبين لالتقاط صور للذكرى، وهنا كمل الممثل كمال كاظمي نهارو معانا، والوجهه الاخيره كانت هي البيت ديالو. دابا عيان علاش؟ لان يومين يعني مسرحيه في طنجه وشدينا الطريق، وبعد قبل مشينا لطنجه وشدينا داكشي متقارب، جينا لهنا داكشي متقارب، الطريق العرض الطريق العرض شويه صعيبه القضيه، يعني غادي نمشي نتكا الناس نتصنت العظام. بما ان اليوم هو يوم راحه وزياره العائله، فكان لابد الممثله مجيدة بن كيران باش تقوم بزياره احد افراد العائله، لكن قبل ذلك كان خاصها تشري الورد اللي مولفه تشريه اثناء زيارتها لهم. هادو صحابي مالين الورد من زمان وانا كنجي عندهم، عندهم الورد زوين، اون جينيرال كنبغي لي ليس حيت ريحتهم مزيونه بزاف. دابا لقيت لي ليس في لو بلون وفي لو روز، حيت السيده اللي غادي نمشي نشوف دابا حاجه عزيزه عليا في مقام ديال الوالده. الناس العزاز الغاليين صافتهم لي ربي هديه من السماء. ما عنديش والديه، ولكن هاد جوج الناس في مقام الوالدين، وعندي واحد المحبه خاصه ليهم لانهم كيبغيوني بزاف، وملي كنجي لعندهم كانني دخلت لدارنا. لا نلعب لا اصل مدينتي وفي مقام الوالده، وايضا فنانه تشكيليه كبيره وسي فنانين من الدبلوماسيين الكبار اللي خدموا هذه البلاد، وانا فرحانه بزاف انني جزء من عائلتي. كل واحد من الممثلين عنده نمط عيش في الحياه ديالو، فالممثله لطيفه احرار كتختار في هذه الفتره باش تلاقى الاصدقاء ديالها على ضفاف وادي ابو يرقراق. هاد اللحظات اللي عشتوها مع مجموعه من الفنانين والرياضيين في اجزاء البرنامج قرباتكم من الحياه الخاصه بهم، واكتشفتوا ان من وراء هاد النجوميه كتواجد اما امراه او رجل، وحياه عاديه كيف ما باقي الناس. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من 45 دقيقة. موعدنا المقبل بعد رمضان على نفس القناة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم في عدد جديد من 45 دقيقة.
كلكم كيعرف يونس ميغري، عبد العزيز الستاتي وكمال كاديمي صاحب شخصية حديدان، وعزيز بودربالة وعبد الحق عاشق. هادو باعتبارهم أسماء كانت قريبة منكم في الأفلام والسهرات وأغاني الفيديو كليب، وحتى في التظاهرات الرياضية على شاشة التلفزيون. والأكيد أنكم كتسألوا كيفاش كتعيش هاد الأسماء وغيرها من المشاهير حياتها الخاصة بعيدا عن الأضواء. في حلقة اليوم غنقربكم من الحياة الخاصة لمجموعة من الأسماء من عالم الغناء والرياضة وصولا إلى عالم التمثيل. والغرض نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة: كيفاش كيفرقوا ما بين الحياة النجومية والحياة الخاصة، وكيف هي علاقتهم بالمحيط العائلي، وكيفاش كيحاولوا الحفاظ على علاقتهم بالجمهور. باش نجاوبوا على هذه الأسئلة وغيرها مجموعة من الفنانين والرياضيين فتحوا لنا الأبواب ديالهم اللي نادرا ما كتفتحش، وقبلوا ننقلوا تفاصيل حياتهم الخاصة. في الجزء الأول من الحلقة غادي نقربكم من الحياة ديال كل من المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي ويونس ميغري والمغنية سعيدة شرف. وفي الجزء الثاني غنسلطوا الضوء على الحياة الخاصة لنجوم الرياضة اللي سبق وصنعوا أمجاد الرياضة الوطنية في تظاهرات دولية. أما في الجزء الثالث فغادي نسلطوا فيه الضوء على حياة الممثلين ونعرفوا تفاصيل حياتهم الخاصة. مشاهير ما وراء الستار موضوع حلقة اليوم. النمط اللي كيعيشوه الفنانة، لقاءات، مواعيد، حفلات، كل هاد الأمور كتخلي الفنان ما عندوش برنامج معين في حياته. اليوم رافقنا بعض الفنانين وخرجنا وياهم من الروتين اليومي باش نعرفوا كيفاش كيعيشوا حياتهم بشكل عادي وبعيدا عن الأضواء وعالم الشهرة. كان اول اسبوع كتعرفي كيكون عندي لقاءات ضروري خاصني نشوف ناس، يعني كيكون عندي لي رونديفو مثلا مع ناس ما يخص العمل. فبعض المرات اما كنسبق المكتب، بعض المرات اما نسبق رياضه، بعض المرات نسبق شوبينغ، يعني نمشي ندير مسائل اللي خاصه الدار، لانه حسب. فما عنديش برنامج محدد يعني، ولكن هذه الأنشطة كاملة ضروري خاصها تكون يوميا مثلا. بداية اكتشاف العالم العادي للفنانين كانت مع المغنية سعيدة شرف اللي قررت تعرفنا على جزء من حياتها اليومية. لقائنا معها صادف تحضيرها للتسوق. بطبيعة الحال أنا كنتقدى بيدي، يعني عزيزة ليا نمشي للمارشي، نمشي للسوق، نمشي للسوبر مارشي، يعني كيعجبني أي حاجة نديرها بيدي، حتى القوام ديال الحسوه وديال هذا في الايام العاديه، يعني دائما الفطور بالحسوه وهذا كنشري داك القوام بيديا كنصاوبو. عزيزه ليا مثلا لانه حتى معروف عندنا حنا في الصحراء. اسمحوا لي. الو السلام عليكم. المهم شوفي نديروا واحد ساعة ديال المقالة ان شاء الله نتلاقاو في المكتب. في نفس الوقت انتقلنا عند الفنان يونس ميغري واللي صادفناه كيصور احد الافلام في هذا المكان. غادي نخرجوا مع يونس ميغري من عالم الغناء لعالم التمثيل ونقربكم اكثر من كيفاش كيقضي الوقت ديالو اثناء التصوير. انا عاده كنفيق بكري، يعني نكون خدام ولا مرتاح يعني في داري. جو مغيفي توجور كنفيق مع 5 الصباح 5 ونص. دونك وملي كنت صغير يعني ولا كنت كنقصر بالليل كنت كنفيق بكري، كنقضي داك الصباح وبي في لابريميدي في العشيه كنت كنرتاح شويه. فوالا. الوقت هو عامل اساسي في حياه اي فنان سواء كان مغني او ممثل او غيرهم، فنادرا ما كيلقاو الفنانه وقت فارغ يقضيوه مع عائلتهم. ولكن بعض الاحيان خاصنا نوضوا مع 4 الصباح باغ اكزومبل في التورناج. العاده كتبدل لانه ظروف العمل ما كتخليكش، ما كتسمحلكش، ما كتعطيكش الوقت باش يمكن لك تاخذ راحتك في البتي ديجني. كتنوض كتاخذ لا دوش ديالك ومن بعد كتمشي لو بلاطو، عاد كتاخذ لو بتي ديجني الفطور ديالك، وعاد تفي كاع العمليه اللي كنديروا دابا باغ اكزومبل ماكياج ايتترا سور بلاص. البعض من الفنانين ما تردوش باش يقربونا من الحياة اللي كيقضيوها مع عائلتهم وأبنائهم بعيدا عن عالم الأضواء،
وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه مع مغني الشعبي عبد العزيز الستاتي. حياتي اليومية كأيها الناس، إنسان عادي بسيط، كنمشي للأماكن اللي هي تلقى فيها راحتي. مثلا كنفيق في الصباح مثلا او في مثلا، لان حياه الفنان كتكون شويه ماشي عاديه كيف جميع الناس. حنا كنسهروا بالليل، كتكون عندنا مثلا الخدمه، كنفيقوا معطلين شويه. ملي كنفيقوا معطلين شويه كنلقى الوليدات الا كان عندي مثلا السبت والحد كنخرجهم مثلا بحال هكا كيف كتشوفوا الفروسيه، كيجيو يشوفوا شويه هنا كيديروا الفروسيه. ما بغاوش الفروسيه كنديهم مثلا شي اماكن اللي تكون بحال هكا محترمه فين يلقاو تا هما راحتهم. هذه حياه اللي كندوز العاديه. مثلا تمشي لبلايص انت اللي تتبغي بعيدا عن العمل؟ سي نورمال، كان مشيت انا للبلايص اللي هما خصني انا نخوي فيهم ونفرغ فيهم داك الروتين ديالي، نخرج من داك الروتين ديال الدار وديال الاصدقاء وهذا. تنمشي عاوتاني كان عندي تمارين، كنمشي ندير تمارين عندي عاوتاني الاصدقاء ديالي ديال التمارين، كنمشي عاوتاني ندير معاهم تمارين، وكنعيش عاوتاني حوايج اخرين يعني خارج على الاصدقاء وخارج على بزاف الحوايج. هذا الاسبوع اللي فات شنو كان عندك في حياتك اليوميه، واليوم اشنو عندك في برنامج منين فقتي حتى لدابا؟ هذا الاسبوع اللي داز كانوا عندي التزامات بالفعل، والاسبوع كله كان عندي ديشارجي بكل صراحه، لان كنت في وهران دوزت 3 ايام في واحد الفيستيفال. من وهران جيت دزت الازيلال، من ازيلال دزت للسطاط المهرجان ديال لوطار، من السطاط مشيت لفاس، كانوا داو عملوا لي التكريم الناس ديال الامازيغيين، عملوا لي واحد التكريم الله يجازيهم بخير، شكرا كنشكرهم. واليوم هذا الاسبوع ان شاء الله فقت اليوم ما عندي ما يدار، قلت غادي نخرج الوليدات كيف كتشوفوا يديروا شويه السبور ويشوفوا الطبيعه، وهذا هو اللي كاين. ومن بعد شنو عندك في البرنامج؟ من بعد غادي نمشي يا سيدي، نمشي ان شاء الله نعمل شويه التير تا هو نتريني شويه، وكيبقى لي شويه لابيش تا هو ناخذ لي نخصص لي تا هو الوقت ديالو، كيبقاو لي بزاف الرياضات تا هما تيخصني تا هما نخصص لهم الوقت ديالهم، كل نهار كندير حاجه. زهرة كيفاش دايره الحياه اليوميه ديال باباك انت، يعني في الدار معاه كتشوفيه كيفاش؟ بابا لا بلوبار دو طون ديالو كيدوز في الترافاي ديالو، سكيفي هو كيديبلاصا بزاف. عيطنا لسي عزيز بودربالة كلاعب سابق، هو مشهور جدا جدا، وتحفنا بالألاعب باللعبات العظيمه ديالو ديال كره القدم، باش ما كرهناش نديرو كلوب ديالنا، ويبدا يدير دي زانترفونسيون، بدا يدير معنا التدريب الدراري، حيت حنا عندنا كلوب سبورتيف ديال الجمعيه المغربيه للطالب. هذا ما فيه شك، هذا انا على راسي وعينيا، وان شاء الله بحول الله حنا غادي نبقاو على التواصل، وغادي نحاولوا ما امكن نخلقوا، ما نقولش فرع، ولكن نخلقوا واحد المجموعه من الشباب اللي كتضم هاد الطلبه او هاد الجمعيه، باش نديروا واحد فريق كره القدم. ماشي غير الرياضه والدار فقط، حتى السوقان كتسوق، ودابا يلا هم معايا نتقدى اشغال الدار ان شاء الله. ونرجعوا عند نجاة باش نرافقوها في باقي فترات هذا اليوم. الكريب بانكيك شحال ديال قال لي 5 عطينا واحد 4 من 5 ديال شحال عندي اخويا؟
23 درهم نتاعك اخي. عشكم مبروكه ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يعاونكم الله يعاونكم الله يسهل عليكم، ربي يخليكم، راني بسلامه عليكم. شي غنتقداو مازال هنا؟ ان شاء الله نمشيو نتقداو. باقا نتقداو مازال؟ غنتقدا شي حاجه من هنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا، عاشكم مبروكه، رمضان كريم. فمن بعد ما انتهت من تحضير وجبه الغداء غنرافقوها هي والزوج ديالها لاقتناء بعض مستلزمات البيت الضروريه. عندنا واحد البولطاج. كيفاش كتقدري توفقي ما بين الرياضه وما بين الاشغال ديال الدار ولي كورس وهذا الشيء؟ بالطبع يعني الوقت ديالي اكثريه كيمشي في الرياضه يعني، ولكن ضروري كنخصص الوقت ديالي باش نتقدى داكشي اللي كيخصني في الدار ديالي، ونتقدى بحال النساء عادي. كنخرج ربما بعدا مرات من التدريب ديالي خاصني ندوز نتقدى داكشي اللي خاصني. علاش ما كتكلفيش شي حد اخر يدير هاد المهام؟ لا، ما الزوج ديالي كيكون خدام، كاينه غير انا يعني، ما وانا ولفت كنتقدى راسي يعني، الحاجه انا ما قديتهاش راسي وكنبغي الحاجه مزيانه خاصني نتقدى راسي. صافي هادشي اللي خاصني. هذاك الشيء اللي خاص. هكا اختي نجاتك. شكرا. شكرا. جمع لي شحال عندي اخويا؟ 69 درهم. أما عشيق فبعد ممارسة هواية الصيد كان ملتزم بضرورة التوجه لمدرسة الأخوان عشيق، وهنا غنلقاو العديد من الأطفال والشباب المنخرطين في هذه المدرسة باش يتعلموا من عشيق أبجدية رياضة الملاكمة. وفي العشيه مع ديك تقريبا ديك 6 ونص تنمشي للمدرسه، تنترينيو بالدراري صغار، تنتري بالدراري صغار تما انا وخويا سي محمد. الدراري شوف نقول لكم واحد القضيه، كاين شي دراري هنا راه 3 شهور 4 شهور 5 شهور وما هنا، راه من نهار جاو مش ما يديروا والو. في الوقت اللي عشيق كمل التدريب رفقة الشباب والأطفال توجه عند بوجمعة اللي سبق وتكلم لنا عليه. هذا الدرب ديالنا الحومه ديالنا هي هذه، هنا فين كبرت، وهذا هو بوجمعة مرصوصيس. شتيه يلا تاكل عنده، يلا بغيتي تاكل شي بنه عنده، ضروري ندوقوا على نار النار. غير شي جوج شي عطينا شي جوج، طيب زين يكون بحالكم. هذا بوجمعة هذا كبرنا هنا وهنا، ربما تناكلوا هنا كثر ما تناكلوا في ديورنا. هذا داخل في البرنامج ديالنا ديال الماكله هذا. كل نهار هنا، كل نهار نجي ناكلوا هنا، سالم لونطريمون ضروري ناكلوا عند بوجمعة، وزعما الماكله نقيه وبوجمعة معروف كلشي. تركنا عشيق وتوجهنا عند نجاة القرعه اللي قرات والزوج ديالها يتوجهوا للبحر، واللي كتعتبر زيارته عاده كيقوموا بها بشكل يومي او اسبوعي. نجاة كتقول أن البحر هو الوجهة المفضلة عندها، وهو مناسبة للتأمل قبل ما تدخل لأي منافسة، بعد ما تحدد جميع العقبات باش ترفع العالم المغربي وتصنع لنفسها اسم في الساحة الرياضية. البحر هو المتنفس الوحيد، البحر هو كل شيء، عزيز البحر بزاف، كنكون مقلقة نجي للبحر، كنكون فرحانة نجي للبحر، كيعجبني بزاف. مني كتقرب عندي الالعاب ولا شي مشاركه هنايا وطنيه او دوليه ولا داك، المهم ضروري نجي للبحر، هو الدوباج ديالي. اما عزيز بودربالة فكانت نهايه اليوم ديالو بتوجهه رفقه الابناء ديالو لتجزيه بعض الوقت باللعبه المفضله عندهم. وهنا غنكتشفوا علاقه عزيز بهذه اللعبه اللي كيلعبها فقط من اجل ابنائه.
اليوم عند امينه لاعبه ماهره في الكونفازيور، وكنعرف انه كتربح الدراري الكبار. تقدر تربحيني انا؟ وي ها؟ وي بصح؟ والله ولادي عمرك لعبتي معاهم؟ جامي. كنقدم لكم ولادي هذا كامل صغيور صاحبو موام، الحنفي، لاني، ياسين وغيان. خصك تمشي عند الكوفور ريان. على كل حال هو ندوز وقت مع الولاد ديالي اي رياضه من الرياضات صراحه كنكون في واحد السعاده كبيره، لانه بس خذ التصوير اللي حضرتك واش هذاك الشيء ولا ما عندكش؟ الجوع من نقولك لا يا زين حسن القرطاس سماني زعما هذا؟ لا قريقري. والله الا كنضرب فيك قريقري. والله الا قريقري هذا واقيلا قريقري. يلا حنا غنمشيو السي حسن. ملي ما كنكونش ما عندي التزام، اللي كنتفرغ من الالتزامات ديالي اللي هي ديال الاعمال ديالي، يعني نقدر نجي هنا 3 ايام في السيمانه او 4 ايام هنا في هذا الكلوب هذا. كنجي هنا يوميا تنتيري تنلقى راحتي هنا، لان هذا البحر هذا هنا كاين هنا كلوب لين جا امامه البحر، كنلقى واحد المتعه كبيره، كندوي نقضي فيه السويعات هنا وتنمشي بحالي. هذا هو اللي ستاتي عنده اشخاص اخرين اللي كيقتسموا هذه الهوايه واللي هي جزء من نشاطه اليومي. نقدر من هنا نقدر نجمع البندقيه ديالي وتنمشي تندير لابيش. عزيز عليا لابيش، كنجبد القصيبه عاوتاني عندي هنا وكنمشي تنريص عاوتاني تنريص هنا في البحر. عزيز علي صيد الحوت. هاكا الفوط هذاك ولا؟ عبد العزيز الصيد حتى هو من الهوايات ديالك اليوميه؟ هذا من الهوايات المفضله منذ الطفوله ديالي. ملي كنت باقي صغير كنا كنشدوا الحوت غير بيدينا حنا في الويدان. متى دابا رجعنا في العالي، شوف كيفاش ولات هاد البلايص هاد الوزينات دابا ما خلاو لينا ما نعملوه هنا، هربوا لنا الحوت. ما كان الحوت في هاد البلاصه هنايا، كان تبارك الله ملي كانت العكاشه هنايا كنا كنصيدوا في هاد لافاليز، كنا كنصيدوا هنا في المحمديه، كنا كنصيدوا اسيدي في عداد ديال البلايص اللي هما كنمشيو لهم. ستاتي كشف ايضا عن باقي الانشطه اللي كيمارسها بعيدا عن عالم الغناء والعمل اللي كتعتبر جزء مهم من حياته. لكن رغم ابتعاده عن الاضواء والشهره كيف ما سبق وذكر، كيبقى الفنان محاط بمعجبيه اللي كيتلاقاوه في اي مكان. كيف ما تابعتم مشاهدينا، المغنيين كيفضلوا يعطيو كامل الوقت الخاص ديالهم للعائله، وبلا شك انكم غتطرحوا نفس السؤال بخصوص الرياضيين. للجواب لنتابع. هي رياضية رفعت العالم المغربي في الألعاب الأولمبية الموازية لندن 2012. من بعد هذا الإنجاز تشهر اسم نجاة القرعة، واليوم غنرافقوها باش نعرفوا كيفاش كتخرج راسها من روتين الشهرة، ونعرفوا أيضا واش حياتها الرياضية كتطغى على حياتها العائلية. نجاة واش دائما مسلطة عليك الأضواء بحال هكذا؟ واش حياتك دائما نجومية؟ لا بالعكس، نجاة ماشي ديما مسلطة على الأضواء، وإنما نجاة كذلك ماشي غير رياضية فقط. نجاة هي ربة أسرة، عندها البيت ديالها اللي كتهتم به، وكذلك كنعطي الحق للزوج ديالي والبيت ديالي، وكنقضي الأعمال ديالي كباقي النساء المغربيات. باش تشوفوا نجاة راه ماشي نجاة هي الرياضية فقط في الساحة الرياضية، وإنما نجاة في البيت ديالها وكتقوم بالواجبات ديالها. ودابا إن شاء الله غتدخلوا معايا الكوزينة وتشوفوا نجاة كطيب. يلاه على بارتيسي الاول محمد هي الأولى. تركنا نجاة تحضر لزوجها وجبة الغداء، أما هاد السيدة ماشي شخصية معروفة، فهي فقط زوجة الرياضي عبد الحق عاشير اللي شرف المغرب على حلبة الملاكمة بالأولمبياد. اليوم كيف باقي نجوم الحلقة غادي نعيشوا معاه بعض الفترات من اليوم ديالو، وغادي نرافقوه هو أيضا في الأنشطة اللي كيقوم بها. جالس طبيعتك هذه الحياة ديالي عادية مع وليداتي ومع
دارنا صحابي تمشي عندهم القهوه الخدمه البحر لا صار صافي هذه حياتي عاديه. تكون عندي واحد نص نهار ديال العشيه ولا تنصيد فيه تمشي نصيد الحوت، حيت انا ملعب بصيد الحوت من بكري من صغري ملعبي. كاين كاين بعض الخطرات تنكون بارك في الدار بحال هكا حتى تنقول للمدام راه انا اليوم غنمشي نصيد صافي. الصيد واحد من الهوايات المفضله عند عشيق، ومع رياضي اخر اللي هو عزيز بودرباله. غنكتشفوا معاه بعض الانشطه اللي كيقوم بها في حياته العاديه، ونكتشفوا معاه جوانب خفيه من غير تألقه رفقه عناصر المنتخب المغربي في كأس العالم لسنه 1986. اليوم شويه فقت معطل لانه كنت اولا خارج مدينه الدار البيضاء مع الاولاد ديالي، ودخلت معطل بالليل. كنحاول ما امكن يكون عندي اتصال بالشباب، ونحاولوا نعطيهم واحد اشياء خاصه كتتعلق بالمواطنه. اليوم كاين واحد الحفل ديال واحد الشباب، ممكن نقول الحفل الاختتامي ديال الموسم الدراسي، وتعرضت بطبيعه الحال باش نكون نحاضر معهم في هذا الحفل هذا. تركنا عزيز في المقهى للتحضير للحفل اللي جرى استدعاء ليه، والعوده كانت عند البطله الاولمبيه نجاة القرعه، ونشوفوا فين وصلت في تحضير الغدا ديالها. مرحبا صدري والباقي كله عذاب. واش غتوجدي اليوم؟ طاجين بالقرعه حيت نجاة كنيتها القرعه. دابا سالينا الطاجين ديالنا ونمشيو نقضيو الشغل اخرين قبل ما طابينا الطاجين. بعد ما تحدث لينا عشيق على الولع ديالو بهواية الصيد، رافقناه هو والعائلة ديالو لهذا المكان بغرض ممارسة هوايته المفضلة. بالنسبه لنا حنا حيت قراب هنا، حنا في العين محمدي وهنا رشلوار. ملي ما تيكونش عندنا التدريب ولا تكونش عندنا ليكيب ناسيونال ولا الخدمه، ذاك النهار تجي ندوزو هنا في البحر حيت قراب. وهذه المنطقه هذه معروفه فيها الحوت. الهدف ديالنا حنا هو تنجيو نطريحوا هنا في البحر وتنصيدوا. واخا ما تدي حتى شي حوت، واخا النهار كامل تدخل النهار كامل ما تدي حتى حوته، الهدف ديالنا هو تنجي خونا في البحر وتريح. الطبيب ديالنا هو ديما تجي انا خويا سالي القصاب سالي كلشي تجي نصيدوا انا وياه. الان وصل وقت الحفل اللي تم استدعاء عزيز بودرباله ليه، لهذا غادرنا المقهى. والوجهه كانت المركب الثقافي اونفا بمدينه الدار البيضاء. الحفل كان من تنظيم بعض الطلبه، وبطبيعه الحال الاستدعاء كان من وراءه هدف، واش بودرباله غيحقوا ليهم. كنكونوا اون فاكونس فهمتي كنمشيو معاه لي فيستيفال فهمتي دي فات و هو ملي كيكونوا اون فاكونس فهمتي كيجي معنا الكلوب كنديروا ليكيتاسيون لا بيش ولكن تتبان لك انت حياته اليوميه ديما عامره تقريبا. وي وشي مره كيقلقك ان ديما حياته يعني ترو شارجي؟ نو باسكو فهمتي هذا هو لو طرافاي ديالو، يعني ما عندناش شي حل اخر. علاش؟ ليه؟ عرفتي فين؟ هذه مزارع بس بس يلا ليش؟ شتي بليك كوكو تركنا الساتي مع ابنائه ورجعنا عند المغنيه سعيده شرف اللي رافقناها في جوله قصيره داخل هذا السوق باش نعرفوا كذلك الوجه الاخر لهذه الفنانه وتعاملها كأي زوجه بعيدا عن الفن.
دايره بخير بس عليك انا شي زيتون كاينه مرحبا قولي زيتون لك حاجه اسمعي لا بغيت زيتون لك بحال البن ديالك دير لي الكمون التحميره شي واحد الدوره شويه ديال السمن سمحي لي دارات منور 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 لا حبيبك الله يطول عمرك الله يبارك فيك الله يكبر فيك شكرا او انا ما كبرك عواشرك شكرا حبيبي شكرا خاشي لك الورقه ديالي اللي عندها السيد كيتعرفوا عليك دابا بعدين ولا كيتعرفوا عليك فاسيلمون او لا هو دابا الان بعد ما فقدت الوزن وكنخرج في وسط النهار يعني بالمشاوير اللي هما قراب للدار وداك الشيء كنخرج بلا ملحفه لانه تفاديا انا نبقى نوقف بزاف في الطريق يعني ما غاديش نمشي كل مره نبقى نتصور او نشوف الناس وكذا ولكن بخصوص يعني بحال سوق الشريفه وداك الشيء الناس عارفين يعني ديما كنجي كنتقدى يعني سواء بملحفه او بلا ملحفه ولكن غالبا كنكون طبيعه الحال دابا ملي غنكونوا ماشيين ان شاء الله غنمشي غتشوفوا سعيده شرف اخرى يعني هاي حياتي الطبيعيه يعني اللي كنعيش بحالي بحال جميع المغاربه. كيف ما كيظهر سعيدة شرف من بين الفنانة اللي كيكسروا الروتين اليومي اللي كيعيشوا أي شخص يمكن يكون معروف من خلال ممارستها لحياتها بشكل طبيعي وهنا كتلقى المتنفس ديالها. يونس ميغري بخلاف سعيدة شرف كيلقى المتنفس ديالو في التصوير اللي أغلبه تنقلات من مدينة لأخرى كيف ما شرح لينا. Un tournage ça permet toujours de voyager. والحمد dans tous les tournages que nous avons eu تقريبا ضربنا المغرب كله وفي الحقيقه كل مدينه كنزوروها كنلقاو شي حوايج اللي زوينه فيها. تحضيرات التصوير والارهاق اللي كيرافقوا احيانا وضغط الوقت كيخلي الفنان يونس ميغري بعيدا عن جو الاسره ودفء العائله لكنه سرعان ما كيعوض هذا البعد بمجرد انتهائه من التصوير. J'ai l'habitude d'appeler ma fille tous les jours, 3-4 fois par jour. Allô? Bonjour ma chérie, comment ça va? Tu m'entends? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as parlé d'une conférence ou qu'est-ce que tu fais là? Oui, je suis à une conférence à Vitry. Ah bah c'est super, c'est une conférence sur quoi? Sur une entreprise qui vend et qui recrute des gens pour vendre du café. Ah bah c'est super. Ça va? Tu as une idée quand est-ce que tu vas revenir au Maroc? Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bah parce que tu nous manques, c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais. Papa, tu m'as fait hyper peur, tu m'as J'avais besoin d'entendre ta voix, tu vois, parce que je suis à Fès. Je suis sur un tournage et puis je pensais t'appeler comme d'habitude, quoi. C'est tout. D'accord, ok. D'accord, alors je vais te laisser à ta conférence, d'accord? Je te rappellerai ce soir. D'accord, ma chérie. Je t'embrasse. Je t'aime, ma chérie. Bye bye. L'essentiel, c'est de toujours penser à sa famille. C'est ça qui est important. Donc, c'est vrai, بحال البارح باغ اكزومبل كنت جاي في الطريق من الرباط باش جاي لهنا لفاس عيط لي محمود قال لي راه غنطلع لعندك للدار قلت له واخا طلع لعندي انا غادي نستناك حتى وصل للدار عاد عرف بلي انا كنت في فاس دونك سيتي pour ne pas qu'il change d'avis pour qu'il aille à la maison qu'il rencontre Nadia qu'il rencontre Routi mon grand frère qui est venu de Paris et qui est dans la famille donc je pense que c'était un moment privilégié اللي ما حضرتش معاهم ولكن بالنسبه لي le cœur était avec eux quoi. À chaque fois que je termine un tournage, je rentre chez moi et je suis en famille, c'est-à-dire ما كنخرجش généralement soit كنكون انا avec ma femme ou avec ma fille, on est beaucoup plus fermé dans notre petit monde avec nos amis, etc. Donc on vit pleinement ensemble. يعني ماشي بحال الموظف اللي كاينو في الصباح يمشي للخدمه وما كيرجع حتى ل 12 عاود يمشي مع الجوج يعني on a une vie commune لانه ما عندناش واحد العمل comment dire
بيان بريسي. رغم الابتعاد عن الأضواء فالعمل كيبقى جزء مهم من حياة سعيدة شرف. هذا الشيء اللي كيبرز أن المغنية أو الفنانة بصفة عامة عندهم مسؤوليات أخرى. بحكم وجودي في المكتب كتعرفوا عندي يعني لي رونديفو كثار مع الناس، ولكن طبيعة الحال كنحاول ما أمكن ناخذ أهمها دائما. اليوم هو خاص بالنسبة للمغني الشعبي عبد العزيز التاتي، فلما كيعطي الأسبقية لأبنائه وكيقضي معاهم أنشطتهم المعتادة كيبقى ليه وقته الخاص، والغرض ممارسة الهواية ديالو، ومن بينها الشيء اللي غادي نكتشفوا في هذا المكان. وكيف تتشاهدوا يعني من الفروسيه كيف لاحظتوا قبيله كنت مخرج الوليدات في الفروسيه، قضينا معاهم وقت اللي هو تيخصهم يتقضى معاهم. يا بخي حطيت الوليدات تناخذ انا الوقت ديالي باش نخرج من ذاك الروتين ديال الوليدات ونخرج من الروتين ديال المدينه، كنجي لهاد الهوايه الجميله اللي هنا كتواجد في الكلوب. هذا الكلوب ديال هو فين قضيت يعني تعلمت فيه وساعدوني بزاف اللي تيرور هنا، الله يجازيهم بخير. منهم واحد السيد سميتو حسن صديق ديالي اللي هو كان البريزيدا هو الرئيس يساعد تا هو، شكرا له اللي ساعدني تا هو مسكين هنا. وقضيت حياتي كلها هنا تقريبا في بالنسبه لهذه الهوايه هذه. العمل ديالي اللي هو شاد ليا واحد الوقت كبير ما كنشوفهمش، ماشي ما كنشوفهمش بزاف ولكن ما كندوش معاهم يعني الاوقات الترفيهيه جميع، فكنستغل هاد الفرص هادو. عزيز بودربالة، نجاة القرعة وعاشق بثلاثة بهم كتبقى النجومية كترافقهم حتى في حياتهم العادية، اللي بدورهم كيحاولوا انها ما تطغاش على حياتهم العادية والأسرية. البعض من الرياضيين ليه هوايات والبعض الآخر ليه التزامات عائلية وجمعوية. هاد نمط الحياة ما كيختلفش على الممثلين. الشيء اللي غادي نكتشفوه مع الممثلتين مجيدة بن كيران ولطيفة أحرار، وكذلك الممثل كمال كاظمي صاحب شخصية حديدان. لنتابع رحلة هذا الجزء مع عالم الممثلين. بدات مع الممثلة مجيدة بن كيران اللي استقبلتنا في البيت ديالها المتواجد مدينة الدار البيضاء. في هذا البيت مجيدة حاولت تجمع فيه بين ما هو تقليدي وما هو عصري، بخلاف البيت ديالها اللي كيتواجد في مدينة الرباط. اليوم غنرافقوها باش نعرفوا كيفاش كتبدل روتين العمل، خصوصا انها في هذه الفترة كانت كتحضر لعمل سلسلة فكاهية رمضانية. انا دابا غادي نوجد فطوري لانني غادي نمشي للرباط. اليوم عندي جوغ دو غولاش، لما كيكون هذا النهار كنمشي للرباط باش نشوف عائلتي ونشوف ونقضي بعض الاشغال ديالي. فمرحبا بكم، شربوا معايا قهوه. اليوم كيف ما جا على لسان مجيدة هو يوم راحة من بعد اسبوع ديال التصوير، قبل ما ترجع تكمل باقي ايام التصوير بكامل الاريحيه. مجيدة الان بعد ما كملت الفطور ديالها كترتاح لبعض الوقت باش تكمل نهارها اللي غنرافقوها فيه من مدينة الدار البيضاء لمدينة الرباط. ملي كنفطر كنلعب فيها شي شويه، وفي الليل قبل ما نعس ما غولاكس. في الطورناج كيكون عندنا ستريس بزاف، كيكون الجهد بزاف. سا ما فا دو بيان لما كنجي لهاد البليصه هادي، او ميم طون كتفكرني في لونفونس مطيشه. في هاد اللحظه خلينا مجيدة بن كيران ترتاح وقصدنا الممثله لطيفه احرار. مكان لقائنا بها كان في مدرسه لتعليم السياقه بالرباط العاصمه. ايتما سويتما الزلف اللوان، مرحبا بكم. اليوم غادي تدوزوا معايا واحد النهار بون فوالا. طبعا غادي نضحككم لانه انا يلاه كنتعلم باش نسوق. كنت شحال هادي ما كنسوقش، دابا يلاه غادي نتعلم نسوق. دونك جبتكم لوطو ايكول اللي كنقرا فيها. من بعد غادي نشرح لكم علاش. مرافقتنا اللطيفه وهي كتعلم السياقه ما كانت صعيبه لانها بدات كتعلم.
درنا معها جولة صغيرة في مدينة الرباط، وبدورها حاولت تعرفنا على بعض المناطق المحبوبة عندها. هاد البلاصه هاد الطريق هادي ملي كنت صغيره ماشي صغيره، ملي كنت كنقرا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كنت كنمشي ليها مع الاصدقاء ديالي على رجلينا ولا ملي كناخذوا لي طاكسي، لان كنا كنقراو هنا في الودايه المسرح. هذه المقبره ديال الشهداء فيها بزاف ديال الاصدقاء ديالي فنانين ماتوا، الله يرحم الجميع. جيم بوكو الباب الكبير كندير فيه بعض اللحظات عروض ولا دي بيرفورمانس ولا دي انستالاسيون. ايوا ها انتم شفتوا الحصه ديالي ديال التدريب. فوالا دونك كما قلت لي وعد الصديق ديالي وكما وعدتكم نتوما من هنا شهر ان شاء الله البيرمي ديالي. دو توت فاسون دابا غادي نمشيو غنشكرهم بعدا اي ابخي غادي نمشيو لانوتر اسباس لو كونتن بعد ما خدات مجيدة قسط من الراحة غتوجه لمحطة القطار باش تاخذ الوسيلة اللي غتنقلها لمدينة الرباط. دابا غادي نمشي لكازابور، مرة كناخذ طاكسي مرة كنمشي على رجلي. هاد المرة بغيت نمشي على رجلي باسكو سي بروش و ميم طون جو في ان بو دو سبور. يلا اتوت. من بعد هاد الرحلة احنا الآن كنتواجدوا بمحطة الرباط أكداد. دابا أنا وصلت لاكار ديال الرباط، غادي نمشي ناخذ طوموبيلتي وغادي نمشيو لبلاصة أخرى. يلا. مجيدة بمجرد وصولها قصدت سيارتها اللي خلاتها في هذا المكان في وقت سابق. عرفتي كيف غنمشيو دابا؟ غنمشي لابيسين غنمشي معاك. يلا معاك. ونوجه الآن المنزل ديالها والغرض جمع حقيبة رياضية. لطيفة أحرار بعد ما نهات حصة تعلم السياقات توجهت لساحة بقرب باب الحد، وفي هذا المكان كتواجد حاوية أي كونتونير اللي حولته المسرح متنقل كيرضي حاجيات بعض عشاق أبي الفنون. هذا هو المسرح ديالنا، مسرح الكونتن ارت. كونتن ارت لعبنا على الكلمه النوطه ديالها الامازيغيه والالمانيه الانجليزيه كونتن ارت. دونك هذا الكونتونير محلول فريمون على العالم والداخل ديالو. دونك اللي كيشوفو كيقول واشنو كيدير هنا في الرباط. كيدير بزاف ديال الحوايج، مسرح، السينما، لا بانتور، ورشات الاطفال اللي في وضعيه صعبه، الناس اللي ما كيشوفوش ايضا كنقدموا لهم عروض هنايا. يعني بزاف ديال الاشياء كنقدموها هنايا. دونك سي ان تياتر سيتويان. غادرنا الفتره الممثله لطيفه احرار وقصدنا وجه اخر اللي هو الممثل كمال الكاديمي واللي تعرف بشخصيه حديدان. كمال او حديدان ما تمكناش من مرافقته من الصباح لكونه الله وصل من عرض مسرحي قدموه بمدينه طنجه. لهذا مكان لقائنا به كان بمدينه المحمديه اللي غيكون فيها العرض الثاني لنفس المسرحيه اللي قدم في طنجه، والبدايه معاه كانت باحد مطاعم المدينه. اش نقول لك، الانشطه مرتبطه بالعمل ديالي. الا كنا كندربوا راه يوميا تيكون التدريب. الا كان في الصباح يعني ضروري انك تمشي في الصباح كتفطر في الدار، كتشوف الامور اللي خصك ديرها وكتمشي تدرب. كانت في العشيه وفي الغالب كتكون في العشيه، لان احنا دائما في الفرقه كنحبوا ان التدريب تكون في العشيه. يعني كتستمر الامور والتدريب تقدر توصل حتى المده ديال شهرين. يعني انت تشغل واحد الحيز ديال شهرين في سميتو. خلينا كمال ينهي وجبه الغداء ورجعنا عند الممثله مجيده بن كيران اللي غادرت المنزل والغرض ممارسه الرياضه وبالضبط السباحه. كنعم فيه الصيف والشتاء حيت سي اون بيسين كوفيرت. ملي كيكون عندي الوقت كنعوم شاك جور، ولكن ملي كيكون عندي التصوير ولا كنكون مالوغوزمون مشغوله ما كنقدرش نعوم طول الوقت. يلا تفضلوا معايا. سهلا، مبروك العواشر. واش تمنيتو؟ ميرسي.